بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا قبل ما نبدا فقرتنا ما تنسوش الدعاء لشهداء غزه، ربنا يا رب يرحمهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وينصرهم على من عاداهم ومن خذلهم. طبعا يا اخوانا احنا لسه جايين بس من الاستاد، فالجو متوتر شويه. طبعا الف الف مبروك نادي الزمالك في النهائي. يا ناس يا ناس الزمالك عايز الكاس. يا ناس يا ناس الزمالك عايز الكاس. باذن الله نادي الزمالك في النهائي. طبعا مستنيين دلوقتي نادي الزمالك هيقابل مين، اولمبيك اسفي ولا اتحاد العاصمه؟ شباب بلوزداد انتوا ناس زي الفل، انتوا فريق محترم جدا، فريق قدم اداء جميل جدا النهارده. اداء الزمالك النهارده ما كانش احسن حاجه، لكن فرصه القليله برغم ان هي كانت قليله كانت خطيره. شفنا النهارده عدي دباغ هدف طبعا غير محسوب. شفنا النهارده دفاع الزمالك ولا اجمد. الله يخليه، الله يعني يخلي العين اللي جابتك يا مهدي يا سليمان. مهدي سليمان النهارده شال كوره من ميزيان، كوره قويه جدا. فريق شباب بلوزداد فريق محترم جدا 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 جدا. مبروك لنادي الزمالك، هارد لك لفريق السي ار بي فريق شباب بلوزداد. طبعا يا اخوانا عايزين نرد بس كده قبل ما نقفل، عايزين نرد على علاء صادق. علاء صادق يا جماعه النفاق كله في عينه، يعني بجد والله العظيم انا عجبتني قصيده ممنوع من الاستماع دي. بجد والله علاء صادق نصيحه ليك، اطلع على ذا فويس، بيقبلوا حمير بجد والله بيقبلوا حمير. طبعا يا اخوانا علاء صادق بيقول لك ان شركه تذكرتي متزملكه، الدوله كلها متزملكه، مسحوبه ارضي وعليا 15 ايقاف قيد والدوله متزملكه، محطوط عليا من حكام الدوله متزملكه. يا راجل ده انت مش عارف اقول لك ايه بجد والله. كلامي بقى للنادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا قفل دلوقتي حوار التجديدات وقال لك احنا مش هنجدد الا بعد ال- الدوري ما يخلص. خطوه كويسه، لكن بجد والله الاعلام المصري الجميل مش عايزينكم تدعمونا، بجد والله العظيم ما تدعموناش. احنا في عز ما كنا محتاجين دعمكم انتوا كنتوا بتنفخوا في قربه مخرومه الناحيه التانيه. حوار ضربه الجزاء بتاعت الزمالك بتاعت الاهلي وسيراميكا، واحنا قلناها والله العظيم امبارح في اللايف على بلاطه. اداره نادي الاهلي بتداري فشلها في المشكله دي بالذات. انت ماذا فعلت يا عزيزي بعد ما جبت الصفقات وعملت وسويت؟ انت دلوقتي ما عندكش الا الدوري بس. وانا نفسي الصراحه الزمالك ياخد الدوري عشان حاجه واحده والله العظيم، عشان كل الناس اللي خبطت وقللت من شأن نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير يا جماعه، زيه زي الاهلي. هم دول القطبين، ومحدش يقدر ياخد مكانهم. مع كل احترام لفريق بيراميدز، عشان انا عارف الناس بتقول لك هتخبط في فريق بيراميدز، لا فريق بيراميدز فريق كويس، لكن يعمل مكان لنفسه. محدش يقدر ياخد مكان الاثنين دول يا جماعه، اذا كان ده او ده. طبعا مبروك لنادي الزمالك، هارد لك لفريق شباب بلوزداد. طبعا شفنا جماهير جميله جدا، جماهير وفيه جدا، جماهير نادي الزمالك انتوا اوفى جمهور في العالم. طبعا بشكر اخواتي ان طبعا قناتنا وصلت 1000 الحمد لله، 1000 مشترك. بشكركم يا اخواتي، ربنا يخليكم ليا، بحبكم كلكم، انتماءات مهما كانت انتماءاتكم، مهما كانت اختلافاتكم. شكرا ليكم يا اخواتي، وباذن الله المحتوى بتاعنا يعجبكم. طبعا اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، واتمنى يا رب كنت تقلت عليكم. وبنختم باحلى ختام وهي الصلاه والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. شكرا، سلام عليكم.